بسم الله ما شاء الله على الرز بلبن او وش مكرمش اللي كلنا بنفسنا نعمله بنحبه. ورز بلبن جميل جدا وسهل جدا وبدون اي افتكاسات خالص. وبصوا بقى هوريكم كمان الرز بلبن ازاي كريمي من جوه. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه الرز بلبن كريمي ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالوا يا حبايبي النهارده نعمل شويه رز بلبن مع بعض كده، خفيفه وسريعه. دي معانا نص كوبايه رز، نص كوبايه رز مغسوله ومنقوعه لمده نص ساعه. دي هتكفي قد ايه؟ كيلو لبن هنحطها معانا كده. ميه قد ايه؟ هنحط عليها كوبايتين ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونسيبها بقى في الميه دي على ما تنزل النشا بتاعها وتستوي، وبعدين نرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. دي بقيه المقادير بتاعه الرز معايا. اللتر اللبن خدت منه كوبايه، خدت نصها على معلقتين نشا ودوبتهم، واخد النص التاني بتاعها على الكيس اللي هو الكريمه، هدوب فيه الكريمه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي نص اللبن هحط عليه كيس الكريمه بتاعي. بسم الله ما شاء الله. واللي جايب كريمه سايبه برضو كويسه، يعني قيمه مثلا معلقتين 3. بسم الله ما شاء الله. ندوب الكريمه معانا. وتعالوا بقى نحط المقادير دي كلها على الرز بتاعنا اللي استوى في الميه ونشوف هيبقى ازاي. لازم اصفي الكريمه بتاعتي الاول عشان لو فيها اي تكتلات، يعني بسهل على نفسي عمليه التسويه في الرز بعد كده. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزلها بالمعلقه مفيش مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان ما تخرجش معايا الرز بس او تعمل لي اي تكتلات، هصفيها كلها ونرجع نشوف هنعمل ايه. بسم الله ما شاء الله. تعالوا نشوف الرز بتاعنا بعد ما استوى. بسم الله ما شاء الله. طبعا شكله باين ما شاء الله، استوى سوا حلو وما بقاش في ميه، شرب الميه كلها بتاعتنا. فهنعمل ايه؟ هنحط بقى اللبن بتاعنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هحط ايه دلوقتي؟ هحط نص كوبايه سكر، والسكر ده على حسب التحليه، النص ده بيبقى مظبوط بالظبط. ممكن لو حباه زياده شويه احط نص معلقه، يعني ازيد شويه بسيطه كده. هقلب السكر معاه شويه وابتدي بقى احط بعد كده الايه الاضافات بتاعتي، اللي هي ايه عندي، اللي هما معلقتين النشا اللي دوبتهم في نص كوبايه اللبن. بسم الله ما شاء الله. هدوبه كمان كده، لان انا لما بسيب النشا بيكتل تاني معايا اهو. وهحطه ايدي فيه شغاله بس في التقليب. بسم الله بسم الله اهو. كمان هحط ايه برضه، هحط ايه الكريمه بتاعتي اللي انا دوبتها في نص كوبايه اللبن اهي. تقلت مني طبعا. ما هحط ايد بتحط وايد بتقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. شايفه ان القوام بتاعه بقى كويس جدا. بصوا خلي بالكم ان هو بيتقل بعد ما يبرد. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. جميل جدا اهوت. هبتدي بقى اعمل ايه كمان؟ احط اخر مكونين بس بطفي النار، هطفي النار بتاعتي خالص وابتدي احط الفانيليا. بسم الله ما شاء الله. هحط القشطه بتاعتي، يعني برجع للبن خيره تاني. الوش اللي انا شلته من على وش اللبن هرجع احطه تاني، بس في اخر خطوه. الخطوه دي بتفرق معايا في وش اللبن، في وش الرز بلبن قوي. اقلبه بقى، اخلي القشطه تدوب فيه كله، واحلى رز بلبن. طبعا احنا طفينا النار، هنبتدي بقى ايه نغرفه مع بعض. على ما نجيب الاطباق بتاعتنا هيكون القشطه بتاعتنا ساحت في الرز بلبن كله، وكله خد طعم القشطه معانا. ادي الاطباق بتاعتي وهبتدي اغرف فيها الرز بلبن. لازم اغرفه من تحت يعني ما ينفعش امسك الحله وادلقه، عشان خاطر هيصفي لي السائل اللبن بس، ومش هيحط لي فيها اي رز. بسم الله الرحمن الرحيم. هي مجرد ما تشرب الميه بتاعتها بتكون استوت، لان انا ما ببقاش بتبقى يعني منقوعه قبل كده، فواخده نص سوا يعتبر. على ما بتقلب الميه وتستوي. بصوا انا هكمل دي في الاطباق بتاعتنا، بس بسم الله ما شاء الله. شايفين ازاي الحله معايا؟ ثانيه واحده. بصوا طبعا هنسيب الرز بلبن ده على ما يبرد ساعتين، على ما يبتدي البخار ده يهدى معانا، وبعدين هبتدي اعمل ايه عشان يطلع لي الوش المكرمش. لما يهدى خالص من البخار ده ساعتين وشويه، ابتدي اجيب الاسترتش بتاعي
واغطي بيه، او لو انا عندي الاطباق بتاعتي بغطا احط الغطا عليها واسيبها لتاني يوم في التلاجة، وهفتح وهنشوف مع بعض برضو الكرمشه هيبقى شكلها ايه. بسم الله ما شاء الله على الرز بلبن او وش مكرمش اللي كلنا بنفسنا نعمله بنحبه. ورز بلبن جميل جدا وسهل جدا وبدون اي افتكاسات خالص. وبصوا بقى هوريكم كمان الرز بلبن ازاي كريمي من جوه، بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه الرز بلبن كريمي ازاي انكم بتاكلوا في قشطه، والله بجد بجد جميل جدا. طبعا انا سايباه كده، يمكن اللي هيحب يزوقه باي مكسرات او اي حاجه، او يحب يحطه في طاجن ويدخله الفرن مفيش فيها اي مشكله. هنغرفه في الطاجن وندخله في الفرن تحت الشوايه لغايه ما وشه ياخد لون وبس كده. اللي عايز يحط مكسرات يحطها على وشه عادي، لكن ده بصراحه احلى رز بلبن ممكن تاكلوه.